الخناقه اللي حصلت في الحصري، ودي يمكن احنا وقفنا على بعض الامور دي. كانت عربيه فول واقفه، الناس اللي فيها بتاكل عيش، مفيش مشاكل. القصه سبقت حادثه حسم بايام، نفس الخطه بالظبط اللي كانت ممكن كانت تتعمل. الناس اللي كانت لابسه اسود، وده انا يمكن مصدر تساؤل بالنسبه لي. وزاره الداخليه بتبذل مجهود قوي جدا وغير طبيعي لحمايه الامن المصري الداخلي. طيب، انا نما الى فكري ومعلومات جات لي كده ان تم القبض على بعض الشخصيات الخاصه من بياعين الفول. من وجهه نظر الامن تمام، ولكن هو مين اللي اعتدى على مين؟ ده سؤال. اللي حصل في حسم وتصدي الداخليه ليه كان عباره عن ان ناس كانت عايزه تعمل انفلات امني وارهاب. طب ما اللي حصل في الحصري من الناس اللي كانت لابسه اسود وماسكه خراطيم وبتجري ورا الناس تضربها، ما ده كمان ارهاب. ولكن ارهاب لم يرتقي لفكره حسم، ولكن هو ارهاب بالفعل حصل في الشارع. ناس اتضربت، صحاب عربية مهما كان، حتى صاحب عربيه الفول، ايه المشكله؟ ايه الازمه؟ عمل ايه علشان خاطر يتهان ويتضرب والناس اللي معاه تتهان وتضرب بالشكل ده؟ احنا مش هنتكلم في الشق ده لان هو شق انساني وممكن يكون ملوش مكان في الوقت الحالي او في الزمن الحالي. ولكن اللي بيطرح سؤال مهم جدا هو الارهاب اللي حصل في الشارع من قبل الناس اللي كانت لابسه اسود دي مالوش حساب. الناس دي ما اتقبضش عليها ليه لحد النهارده؟ احنا بنجري ورا الغلبان وبنمسكه. الراجل واقف بياكل عيش، الناس اللي واقفه حتى بتاكل عيش، ذنبه ان يتضرب ويتهان بهذا الشكل ويحصل ارهاب في الشارع للناس اللي كانت موجوده؟ اتمنى من وزاره الداخليه وتحديدا اسم اول مدينه 6 اكتوبر ان يتم القبض على اللي هم كانوا لابسين اسود، وكان الفيديو واضح جدا. واتمنى ان هم يستشهدوا بالفيديو اللي احنا يمكن نشرناه للقبض على الشخصيات دي والتحقيق معاها. طب احنا جبنا بتوع الفول، طب والمتسببين في الازمه واللي ضربوا الناس واللي عملوا ارهاب في الشارع لا يقل اهميه عن حسم واللي عملته من ارهاب للمواطنين وتصدي البطولي لوزاره الداخليه لهذا الارهاب. اتمنى ان يكون الموضوع يقدر ياخد حقه الحقيقي وكل واحد ياخد حقه فقط.